دي اول صوره لمحمد في حياته، ودي اخر صوره قبل ما يختفي. ولا ما ماتش محمد ابو جبل، لا مش اللي في بالك، من مواليد 16 2008، عنده 18 سنه. محمد زي اي طفل مصري اتربى في بيئه متوسطه، او الصراحه اقل من المتوسطه. كان عنده اختين اصغر وهو الولد الوحيد. بابا كان شغال محراتي، اللي بيمحر يعني، وبعد المغرب شغال عفوي. اللي بيكسر فواعلي. كان يا دوبك بيقبض في الشهر من الشغلتين، المحارة والفواعلي، 4000 جنيه، يعني ما يساوي بالدولار 85 دولار، يعني يا دوبك عايش على الحنكل له منكش. نرجع لبطل قصتنا محمد. وبما ان محمد هو اول ولد وابن لابوه محمد ومامته عبلة كامل، النهاردة هعمل معاك كحك العيد بطريقة بسيطة لذيذة. أول حاجة هعملها الخميرة بتاعتي وانزل عليها بكوباية لبن، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر، وابتدي اللي أنا أقلب فيهم. انا اسف بس ما قدرتش امسك نفسي وما اقولش كامل العادة. 私の名は吉良義景。年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。زي ما قلنا انه اول ولد ولازم 100% انه نتجرب عليه. ازاي يتربى؟ نضربه ولا نحتويه ولا نعلمه الرقص؟ اصل هنضربه هيبقى راجل، نحتويه هيبقى عيل طري، نعلمه الرقص هيبقى مش محتاج اقول لانه باين ان ابوه مش متعلم وامه جامده. بس جامده جامده القصه اللي هي فاهم، تمشي معنى شديد الطبع، تمشي معنى جامده حرام. قول لي انت كده في التعليقات ايه اللي جه في بالك. نرجع للموضوع. محمد لما راح المدرسه الابتدائيه اللي عندهم في البلد ما كانش بيحب التعليم خالص ولا بيحب يذاكر، بس عشان امه جامده. عشان كله يلزم حدوده ويعرف ان البرنامج ده ليه كبير. البرنامج ده ليه كبير من هنا ورايح، ليه كبير من هنا ورايح. عشان كله يلزم حدوده ويعرف ان البرنامج ده ليه كبير. يا اسطى انا حاسس ان بيشتموا امه كده مش فيها جامده جامده. اغيرها لشديد الطبع عشان امه كانت شديده الطبع، كان بيضطر انه يذاكر غصب عنه. والمشكله انه شاطر. طب ما انت شاطر اهو، ليه مش عاوز تذاكر يا ابن الحلال؟ خلص الابتدائيه بتاعته وطلع تالت على المدرسه، راح الاعدادي نفس الكلام، مش بيذاكر بس شاطر. في الوقت ده اخته الصغيره اللي عندها 12 سنه اتجوزت. واحب اقول لك ان محمد ساعتها كان عنده معلومه عن اضرار الجواز بدري، ان 99% بيولدوا اطفال مش في كامل نموهم ومصابين بحاجات وحشه. هنتكلم عن الموضوع ده في الحلقه الجايه لو اشتركت دلوقتي واعرف ان انت كان بيحاول يقنع ابوه ان ما ينفعش وكده ازاي نجوزها، ولكن ما نفعتش كل المحاولات دي واتجوزت ولد عنده 18 سنه. محمد خلص الاعدادي ورتب ال 28 ودخل ثانوي. مش محتاج اقول ان الفتره دي أزبل فترة عشتها في حياتي. مين اللي اتكلم؟ أنا انت مين؟ محمد. أولى ثانوي ونجحت، دخلت تانية ثانوي ونجحت، ودخلت تالتة ثانوي واتعرفت على واحد صاحبي اسمه كريم ندفد. بهزر معاه. اسمه ناصر ماهر. بهزر. بيض قوي السؤال ده أنا آسف بس بتبدل. اسمه بجد علي محمد. علي كان من قرية جنبي، كنت بعتبره أخويا اللي أمه مجابتوش. وعلي كان كل اللي في دماغه ساعتها عاوز يسافر بره طول الوقت، عاوز أهاجر، عاوز أسافر. باين عليا إن أنا شاطر، وعلي مش شايل هم المذاكرة، ولو كملت بالمستوى ده ممكن أبقى حاجة. بس طبعا تأثير الأهل السلبي والعيلة السلبية، كنت عايش في بيت كله إشاراته سالبة، وأنا لوحدي دلوقتي في البيت. أختي التانية اتجوزت هي كمان، وأبويا مستمر في شغله وبقى عنده دلوقتي 70 سنة، كبر في مجال النقاشة وشغل تحته ناس، والدنيا شكلها بدأت تحلو معانا في الظروف المادية. دخلت دور اكتئاب، كان في النص التاني لتالتة ثانوي. وإيه ده؟ مين جنبي؟ فين صاحبي؟ علي راح فين؟ ده بقاله أسبوعين مش بشوفه. رحت بيته أسأل عنه، خبطت الباب. مين؟ أنا محمد يا خالة صاحب علي. الباب اتفتح، خرجت أمه. ازيك يا ابني، عامل ايه؟ الحمد لله. هو فين علي يا خالة؟ ده بقاله يجي أسبوعين مش بشوفه. استغربت شوية وقالت هو ما قالكش يا ابني علي يا ابني راح ايطاليا من يجي اسبوع ولا حاجه؟ وقفت في مكاني وقلت في نفسي، هو ده بجد يعني؟
حتى صاحبي الوحيد الموجب في حياتي خرج من حياتي. كملت سؤال وقلت لها هو سافر بطيارة؟ قالت لي في وشي عفخ وبهجة. لا ده راح هجرة غير شرعية. قلت لها ازاي وكده ده خطر. قالت لي لا يا ابني، ما خاله يعرف واحد صاحبه قوي هو اللي سفره هناك واكد كمان علينا انه وصل. قلت لها على كده بقى راح بفلوس. قالت لي اوه يا ابني ب80,000 بس. عقبالك يا ولد. ثانية هي قالت عقبالك؟ هي قالت عقبالك متهاجر. طب والله فكرة حلوة. الشمس أشرقت وحسيت بإحساس جميل. ببص لقيت إيدي في البنطلون. ولا يا عم مش الفكرة اللي في دماغي. أنا كنت بطلع التليفون وبرن على أبويا وبقول له الو ازيك يا عم، يا حاج بفكر اسافر بره. ابويا رد عليا وقال لي سافر بره؟ سافر بره ايه؟ ده تالتة ثانوي، فاضل لك خلاص يجي كام شهر وهتخلص وتيجي تساعدني في. بس يا حاج فكر فيها كده، انا لما اسافر هقدر اني اشتغل واقبض باليورو وكمان ارجع مصر واتجوز. شيل الفكرة المطينة بتين دي من دماغك، ركز في مذاكرتك. سلام بقى عشان عندي شغل. الفكرة دي هنفذها. اتصلت على ام علي وقلت لها عاوز عليك مكسرات وجوز هند. يا عم دمك تقيل. وقلت لها عاوز رقم خال علي عشان انا كمان يمكن اهاجر. قالت لي هو ده الكلام المعقول؟ ولما تشوف علي قول له يبعت فلوس دوام والنبي. حاضر حاضر يا خال. الرقم. اتصلت عليه وقلت له انا محمد صاحب علي وجاركم من جنب القريه، كنت عاوز اقابلك على القهوه الفلانيه. بدات اقول له احكي له عاوز اهاجر وكده. قال لي استنى هتصل على الحاج متولي، ده راجل يعرف ربنا ويتقي الله. الو يا حاج متولي، كان عندنا راس عاوزين نحلقوا لها والنبي. بتقول لي ايه يا حاج؟ 90,000. تمام تمام يا حاج تمام، في رعاية الله في رعاية الله في رعاية. ايه قولك هتقدر تدبر الفلوس؟ بس انا لا مؤاخذة، انا ام علي كانت قايله لي 80,000 بس. قال لي لا ده مركب عام ابو 90 ده في طوق تلبسه على جسمك يخليك تعوم كده على وجه المية، والمركب ضد النار والصدمات وامان 100%. قلت له 90,000 تمام. انا فاضل لي حوالي 4 شهور واخش الامتحانات. قلت انا هوقف دروس وهاخد فلوس الدروس بزيادة من ابويا بحجة المراجعات والملازم، وبالظبط كل يوم عاوز 300 جنيه واروح اقعد في اي حتة عقبال ما الوقت يعدي. قدرت بالطريقة دي اجمع 100,000 جنيه وكان فاضل اسبوعين على الامتحان. كلمت خال علي يوم الاثنين انا جاهز. قال لي انت مرزق والله، ده الحاج متولي مطلع مركب يوم الخميس طالعه من ميناء اسكندريه. قال لي انت هتروح المينا وقول اشتري سمك قراميط كبير منين، هيقول لك انزل المركب الناحيه تانية عشان تنجي براحتك. رحت 5 الفجر عملت كل ده، عديت الناحيه التانية وقال لي 5 دقايق وهاجي. قلت في نفسي انا هتصور صوره وانزل بوست فيس واحكي روايتي، يمكن لو مت يكون حد امين يحكي وجعي وهمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.